عودة محمد سعد. يا اخيرا ايام الكنز الجميله رجعت. والله لو انت شفت البوست ده يبقى انت اكيد بتفتح الفيسبوك، وانت ما بتفتحش الفيسبوك غير في حالتين، لا اما في الحمام لا اما زهقان في المواصلات. انا شفت الاعلان، وانا طبعا زي الوطن العربي كله بنحب محمد سعد، وانا حتى برضو اتفرجت على مسلسل اكسلانس بتاع محمد سعد السنه اللي فاتت، اللي ما حدش اتفرج عليه غير المنتج والمخرج وانا انا المشاهده اللي عندهم في القناه. وانا كان عندي كام حاجه كده في الاعلان عايزين نتكلم فيهم. اول حاجه وجود باسم سمره، وانا مقتنع ان باسم سمره ممكن ياكل الجو بمحمد سعد، وده طبعا مش تقليل محمد سعد ولكن بناء على الافلام والمسلسلات الاخيره لباسم سمره والمقارنه لمحمد سعد. وزي الناس ما بتقول محمد سعد جه في فيلم الكنز غير جلده، يا عم انا موافق تمام، ماذا بعد؟ يعني عمل ايه بعدها؟ عمل لك محمد حسين، وبعد كده عمل لك الاكسلانس، وعمل لك كذا فيلم ما يعدوش يعني فاهم ارباح فيلم جده نحنوح. وبالمناسبه اللي كاتب فيلم الدشاش هو اللي كاتب فيلم جده نحنوح، يعني بدايه مبشره. والمخرج رؤوف عبد العزيز، لا يا عم المخرج عمل لنا مثلا مسلسل رمضان كريم، عمل لنا فيلمين حلوين، ولكن تيجي تبص في اخر اعمال كام سنه ليه مفيش حاجه. فكاست الفيلم كله مش مشجع من المخرج والمؤلف للممثلين، غير طبعا الفنان باسم سمره وخالد الصاوي وناس كتير. وطبعا اللي قفلني من الفيلم الفنانه زينه الصراحه، من الاخر اول لما شفتها في الاعلان اتقفلت من الفيلم. وعوده محمد سعد بفيلم زي الدشاش مش فيلم كوميدي خلى الناس ممكن تدي امل وتخليه يدخل يتفرجوا، لان الكوميديا عند محمد سعد اخر كام سنه الصراحه كانت في النازل، ولكن زمان كانت في العالي وفي العالي، وكان من احسن ناس في جيله. وفي بقى حاجه استغربتها في طول ما انا بتفرج على اعلان الفيلم، رياكشنات وش محمد سعد. اهلا بيكي في عالم الدشاش. هي ميكس من عوكل الليمبي تتح ومعاهم محمد حسين، طلعوا لنا رياكشنات فيلم الدشاش. ده اللي انا شفته في الرياكشنات، الشخصيه جد في مشهد ليه بيعيط وفي المسجد وبتاع، انا مقتنع وتمام بيها. بس هو تيجي تبص على بيت رياكشنات محمد سعد من نفس افلامه مفيش تغيير، عامل زي الفنان احمد السقا جدع في كل افلامه. وبرده الصراحه انا شايف ان المنتج بدل ما كان يدفع لصفحات الفيسبوك عشان تقعد تنزل وتعمل كان جاب مخرج كويس يا عم، كان جاب مؤلف حلو. انما بقى يقعد يدفع للصفحات، بيفكرني بشغل الاستاذ تامر حسني، ينزل الصفحه دي ترد على الصفحه دي والاتنين بيشكروا فيه. يعني انا طول عمري بشوف صفحات السوشيال ميديا واحد بيشتم في واحد والتاني بيرد عليه، الا بقى مع الاستاذ تامر حسني كلهم بيحبوه، وسبحان الله كل افلامه صفر على الشمال. ويا عم ان شاء الله الفيلم يطلع حلو عشان ما بقاش انا الوحش في قصه احدهم. ولو انت مش عارفني انا سعد، وده برنامج المفتش الفني، ومش عايز اقول لك بقى ما تنساش اللايك والكومنت والسبسكرايب، وتكتب لنا كومنت لو عجبك الفيديو.